اترفضت في الانترفيو بسبب شعري. في بنوتة بعتت لي رسالة وطلبت مني انزل موقف حصل معاها عندي، وفي اخر الفيديو هقول لكم هي طلبت مني الطلب ده ليه. وهنسمي البنوتة دي ليلى، متخرجة من الجامعة بتقدير امتياز، وزي اي بنت خلصت تعليمها ابتدت تدور على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتها. وفعلا في يوم جالها انترفيو في شركة كبيرة، وراحت ودخلت الانترفيو وجاوبت على كل الأسئلة بمنتهى الثقة. بس للأسف في الآخر الشخص اللي كان بيعمل معاها الانترفيو سألها سؤال غريب قوي، قال لها ما بتفكريش تغيري شكل شعرك؟ فليلى استغربت واتخضت من السؤال، بس برضه جاوبت عليه وقالت له هو ايه علاقة شعري بالشغل؟ اعتقد ان انتوا بتقيموا الناس على حسب قدراتهم في الشغل. رد عليها قال لها بس الشكل برضه مهم، وشعرك مش هيكون مناسب مع البوليسي بتاعتنا. فردت عليه وقالت له ان ده شكلها اللي هي مرتاحة عليه، وان هي لسه عند رأيها ان شعرها ملوش اي علاقة بكفاءتها في الشغل. بس بعد يومين جالها ايميل ان هي اترفضت في الشغل بدون توضيح اسباب، بس هي كانت عارفة ليه. فهي طلبت مني ان انا انزل الموقف ده علشان تشجع كل البنات وتقول لهم انتوا حلوين زي ما انتوا، وما تخلوش حد يحكم عليكم بسطحية او يهز ثقتكم بنفسكم لدرجة ان انتوا تحاولوا تغيروا من شكلكم علشان ترضوا اي حد. وانا بقى بقول لكم ان اختلافكم هو سر جمالكم.